بصوا حبايبي، خلصنا الجمبري البانيه تحفه. انا بوريكم ان هو كفر متماسك وحاجه جميله جدا ومفيش حاجه بتقع. تابعوا الفيديو وتابعوا التكات يا جماعه. في منتهى الجمال، طبق بانيه تحفه جدا. ولادنا بيروحوا يشتروه بره بالغالي، احنا ما كلفناش الا حق نص الجمبري بس، وكل حاجه بقت غاليه، فكل حاجه نوفرها ونعملها في بيتنا بحاجه شكلها نضيف وجميل زي ما احنا متفقين. وقدمته انا مع الرز معاه، وشربت الرز بالشوربه بتاعته، وفي منتهى الجمال. ولايك وشير يا حبايبي عشان تشوفوا كل وصفه جديده عندي، واشوفكم على خير. باي باي. اهلا بيكم، ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ كله تمام. النهارده بقى انا هعمل الجمبري البانيه. الجمبري البانيه يا جماعه اللي احنا بناكله في المطاعم وولادنا كلهم بيحبوه. قد ايه هو سهل، مش هياخد مننا حاجه ووقت كتير كبير، وهنخلصه بسرعه. هنخش على المقادير على طول يا حبايبي. انا معايا نص كيلو جمبري وسط يا جماعه، ماشي. ممكن تكونوا اصغر من كده مفيش مشكله، بس هي جمبريه كويسه يعني. انا بحب اسيب الديل بتاعها كده، ومنضفين الظهر الرمل اللي ورا يا جماعه. انا قبل كده وريته لكم اللي هو ازاي نفتح الظهر ونشيل الكيس الرملي. مهم جدا الحركه دي. انا طبعا متبلاه بالثوم الفلفل الاحمر والفلفل الاخضر السبايسي. وهنخش على المقادير. ادي معايا نص كيلو جمبري، كل واحد هيعمل الكميه اللي هو عايزها، ماشي يا حبايبي. ومعايا التوابل بتاعتي، كمون، كزبره، فلفل اسود، شطه، برضو دي شطه يا جماعه، وبابريكا، وقرن فلفل سبايسي، وده برضو معلقه شطه اللي حابب، ودي معلقه نص معلقه ملح. وهناخد كيس معلقه كبيره من البيكنج باودر وليمونه. ومعايا دلوقتي دول الكفر بقى اللي احنا هنعمل فيه البانيه يا حبايبي. معايا 3 كوبايات دقيق، اوكي، وكوبايه نشا، و3 كوبايات دقيق. احنا هنقسم الخلطه، هنعملها زي عجينه البشاميل كده، نص، والنص التاني ايه هنقلي فيه، هنبدره كده بيه، بحيث ان احنا هنعمله في الدقيق يعني. يعني زي ما نكون هنبطنه كده بالدقيق، ماشي. وهنقول لكم على المقادير وهوريكم، خليكم معايا. بصوا بقى، طبعا احنا عندنا القش احنا مش هنرميه، القش احنا هنعمله شوربه جميله جدا. وحطينا ميه بتغلي مع جزرايه مع بصلايه مع طماطمايه، وهنغليه ونعمل عليها ملوخيه، نعمل عليه اي حاجه، نعمل عليه الرز. فطبعا احنا هنستفاد بالقش بتاعته، والدماغ برده كلها يا جماعه مليانه بطاريق، فانا يعني متبلاه برده بنفس التتبيله اللي احنا عملناها، ماشي يا حبايبي. وخليكم معايا وثانيه واحده كده ونشوف هنعمل ايه. بصوا يا حبايبي، انا حطيت هنا، قسمنا الدقيق، ماشي. انا حطيت هنا كوبايتين دقيق ونص كوبايه نشا ومعلقه بيكنج باودر. وهنا اللي احنا ده الجزر اللي احنا هنبطن بيه الجمبري، برده نفس الفكره، كوبايه ونص دقيق ونص كوبايه نشا، ماشي يا حبايبي. التوابل اللي عندي دي برده نفس الموضوع، هحطها هنا لان انا عايزه انا هعمله. هننزل عليه الحاجه برده، ده العجينه اللي انا هعملها بشاميل كده، هنقلبه كده وهنعجنه معاكم بالميه، ماشي يا حبايبي. وهنتبل كل حاجه زي ما بنتبلها من جوه، وهنتبلها من بره. ده برده هيتبل، وهنشوف هننزل عليه مادي واحد. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي كوبايه. انا عايزاه احنا نتحكم في السمك يا جماعه، السمك اللي هو زي البشاميل التقيل. يبقى كوبايتين الميه مع نص كوبايه النشا تقريبا هياخدوا كده ايه، كوبايتين. ولا عايزينها تقيله قوي ولا خفيفه قوي، ماشي يا حبايبي. والتوابل معاها وسهله جدا، وناكل عيالنا حاجه نضيفه، كل حاجه سهله عليه عندنا زي ما قلت لكم. اللي انا كل حاجه نعملها في مطبخنا، كل حاجه جميله في بره نعملها زي المحلات بالظبط. احنا يعني حاجات تبقى نضيفه، والزيت ضامنينه يا جماعه، وكل حاجه حلوه قوي. النشا بقى يا جماعه، انا حاطه النشا ليه؟ النشا بيقرمش الجمبري، والبيكنج باودر بينفش الجمبري. زي ما احنا بنشوفه كده الجمبري بيبقى اصغر من كده ويبان الواحده كبيره قوي بالفكره اللي انا عاملاها دي. ودوت برده هتبله برده نفس التتبيله اللي انا هحطها. هنحط عليها برده البابريكا وكمون وكده. وثانيه واحده كده. بصوا يا حبايبي، انا حطيت نفس التوابل اللي انا حطيتها في العجينه اللي احنا عملناها زي البشاميل دي يا جماعه. انا نزلت نص كيلو الجمبري اهو فيها، بحيث انه يشرب الصوص بتاعه برده بيبقى جميل جدا. وبنغلفه من كل حاجه، من جوه ومن بره وكل حاجه، هيشرب التتبيله وهيبقى في منتهى الجمال. وده الكفر بتاعه اللي احنا برده لازم
زي ما بنحط التوابل هنا في العجينه دي بنحطها بره في الدقيق. حطيت النشا وكوبايه ونص نشا، ممكن نضاعف الكميه او الكميه دي خلصت يا جماعه، كل واحد يعمل على قد الكميه اللي هو عايزها، بس انا بديكم المقادير ان انتوا كل واحد الفكره ايه، ان كوبايه 3 كوبايات دي عليهم كوبايه نشا، بنقسمهم وبنحطهم بنعملها زي العجينه كده. ودي التوابل الكفر جميل برده بنتبله بحيث ان كل حاجه يبقى ليه طعم حلو قوي، ومتبل من جوه ومن بره. ماشي يا حبايبي، وهنطلعه بقى من الصوص الجميل ده وهنقليه هنا وهنتبله او وهحط الكفر بتاعه وهنقليه مع احلى جمبري بيتي في منتهى الجمال، بانيه، ومفيش حاجه ايه مستحيله. وثانيه واحده بصوا يا حبايبي، انا خليت الميه تغلي برده وهي القش بتاعها والراس، وهننزل بيها اول حاجه الشوربه. ماشي يا جماعه، الشوربه بقى دي نعمل عليها ملوخيه نشربها كده، نستفاد باي حاجه من الجمبري يا حبايبي. ماشي، وهنسيبها تغلي وهنروح نبطن الجمبري التاني وهنشوف هنعمل ايه. بصوا يا حبايبي، انا عملت الكميه برده كلها، بس انا قلت برده فاضل 2 اهم 3 بنحطهم كده، بنبطلهم كده بالديل. الديل بقى حلاوته بقى اللي احنا بنمسكه كده بيبقى تعرفي تمسكيه منه ويبقى شكله حلو قوي في التقديم. واحلى حاجه ده ممكن برده يا جماعه محدش يقليه كله، يخليه في التتبيله كده، واللي عايز بقى يعمله هو سخن، لان حلاوته بتاخد يعني هو سخن بيبقى جميل قوي بطعم لذيذ. وكمان في تكه تانية، انا ما بحبش احط زيت كتير يا جماعه علشان هو اتحرق مننا الزيت نرميه. هوريكم ازاي انا هنحط كميه ايه، كميه زيت قد ايه. ثانيه واحده. بصوا يا حبايبي، بنحط شويه زيت صغيرين جدا بحيث ان انا زي ما اتفقنا ان احنا اي حاجه لو باظ الزيت يترمى بقى عشان ما نزعلش على الزيت. في حاجات كده يعني الواحد لازم هو ما تنفعش الا مقليه، نستخدم حاجات زيت، ومش كل يوم احنا بنعمل الاكله دي، بس ولادنا كلنا بيحبوها ولا هيفك مننا ولا اي حاجه. زي ما قلت لكم النشا عامل رئيسي في اللي احنا بيمسك ويعمل فرفشه مع الدقيق مع الكفر. وبعدين انا على العنب انا عملته وقليت على طول، يعني مش ما استنيتش شويه ولا حاجه. اهم حاجه نوطي عليه بقى شويه بحيث ان احنا يستوي معانا كويس، وهنقلبه وهنطلعه هنقدمه حبايبي. وخليكم معايا في ثانيه واحده.